السلام عليكم. طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم غدا نحضر معكم براونيز. كي تعرفوا وصفاتي حصرية فقط على قناتي، قناة وصفات صحية، نصائح وإرشادات. يعني اليوم غدا نحضر معكم براونيز بالحمص، بنينة وراقية، وأيضا بدون جلوتين ولا لاكتوز، وأيضا بلا بيض بلا دقيق، 100% نباتية وصحية، غنية بالبروتين وبالنكهات اللي غادي تخليها شكل آخر جديد وسط أطباقك الصحية. هنا عندنا 2 كيسان حمص مسلوق ومطحون أو مهروس بالفورشيط، نصف كأس كاكاو يعني خام 100% كاكاو. الكاكاو غزال البنات ومهم لأنه غني بالمضادات الأكسدة ومنشط خصوصا الوليدات تيعجبهم هكا أطباق بالشوكولا. نصف كأس حليب نباتي، هنا عندي حليب الشوفان سبق وحضرته لكم بزاف المرات، يعني كأس شوفان مع 3 كيسان الماء يتطحن مزيان ومن بعد نصفيوه، او ممكن تستعملوا حليب اللوز حتى هو نفس العملية. ضروري البنات من هاد العملية اننا نبقاو ندمجوا مزيان العناصر مع بعضياتها. تنضيفوا ملعقة فاني، ممكن انكم تعوضوها بالقرفة. غادي نضيفوا الشوكولا مقطع حسب الذوق، وايضا العنب المجفف او التمر. اذا حبيتوا تضيفوا البنان مطحون تقريبا نصف كأس يكون احسن، او فواكه جافة مشكلة ومنوعة، يعني هذا تبقى اضافات تعطي قرمشة وجمالية للبراونيز. تناخدو هكا مول يكون زاج او اينوكس، تندهنو او تنقدو فيه الورق. هذا هو القوام ديالها، تيكون هكا متماسك، ونحاولوا نقادوها مزيان. حاليا الفرن سخون على درجة الحرارة 180، وتنطيبوها لمدة 20 دقيقة. يمكنكم تزينوها من الفوق حسب الذوق، إما فواكه جافة أو شوكولا. هذا هو الشكل ديالها ملي خرجناها من الفران. انا هنا اختاريت نزينها بالصلصه تاع الشوكولا اللي حضرت معكم في البراونيز البطاطا الحلوه. غدا نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، هو الرابط اللي حضرت فيه حليب الشوفان.
أنا تنحاول نقطعها، لكن هي تتبغي تبرد مزيان وأنا جربت عليها. هادشي علاش تتبان لكم معجنة بتتلصق ملي تنقطعها. يعني خلوها الوقت الكافي اللي ترتاح فيه. شوفوا كيف تجي رائعة والرائحة تاعها تتحمق، وأيضا نكهة الكاكاو يا سلام. نتمنى تجربوها، خصوصا مهمة للجميع الكبير ولا الصغير، وحتى المرضى اللي محرومين من الحلويات، لأنها غنية بالبروتين النباتي وخالية من اللاكتوز والبيض وأي نوع من أنواع الدقيق، وأيضا خالية من السكر. وصلنا لنهاية الفيديو. أي سؤال أو اقتراح يمكن لكم تخلوه لي في التعاليق. جزيل الشكر على المشاهدة، ودمتم بخير وسلامة.